نفرهرو. النهارده هنصحح بعض المعلومات عندنا عن الملكة كليوباترا. على فكرة الناس كلها فاكرة ان في كليوباترا واحدة، لا ده مش حقيقي، هم 7 كليوباترات. الوحيدة اللي حكمت هي كليوباترا السابعة، واسمها بالكامل كليوباترا سيا فيلوباتر. سيا فيلوباتر معناها حبيبة باباها او المحبة لباباها. كليوباترا السابعة الشهيرة جدا هي كانت بنت بطليموس ال12 الشهير ببطليموس الزمار، وكان ليها أخين بطليموس ال13 وبطليموس ال14. هي وصلت لحكم مصر سنة 51 قبل الميلاد، وكان عندها آنذاك 17 سنة فقط. قدرت انها تحكم مصر بالمشاركة. في البداية كانت بالمشاركة مع أخوها بطليموس ال13 وأخوها الثاني بطليموس ال14، لكنها مع الوقت قدرت بذكائها إنها تتخلص منهم وإنها تحكم مصر منفردة. الملكة كليوباترا مشهور عنها انها كانت بارعة الجمال. على فكرة الكلام ده مش صح. انا بسمع طبعا القصيدة بتاعت احمد شوقي اللي لحنها الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، بيقول هذه فاتنة الدنيا وحسناء الزمان. الكلام ده مش مظبوط. هي جمالها كان جمال عادي جدا، الباقي كان خيال شعراء، لكن لا شك ان هي استطاعت انها تفتن الرجال بجاذبيتها، بأنوثتها، بشخصيتها، بحديثها الشيق جدا، وكذلك بثقافتها. هي كانت واسعة الاطلاع، ثقافتها عالية جدا في مختلف الفنون ومختلف العلوم. وعلى فكرة كانت بتتكلم 8 لغات، منهم طبعا اللغة المصرية القديمة واللغة اليونانية، لأن هي من أصل مقدوني. كليوباترا ملكة مصرية ولكنها من أصل يوناني. ليها طبعا قصة حب شهيرة جدا مع يوليوس قيصر، مع سيزر، وأنجبت منه قيصرون أول أطفالها. قيصر قضى بعض الوقت مع كليوباترا في مصر، ثم عاد بعد ذلك إلى روما بعد أن أنجب منها قيصرون أو سيزاريون. مع الأسف لما رجع روما تعرض للخيانة من صديقه، من أحد أصدقائه المقربين اللي طعنه بخنجر واتقتل. الخلفاء بتوعه اللي خلفوا على العرش في روما كان مارك أنطونيوس وأوكتافيوس. هما الاثنين تقاسموا السلطة في روما. مارك أنطونيوس كان متزوج من أوكتافيا اللي هي أخت شريكه في الحكم أوكتافيوس. تواصل مارك أنطونيو مع ملكة مصر آنذاك الملكة كليوباترا السابعة، ونشأت بينهم قصة حب، لدرجة إن مارك أنطونيوس انتقل من روما إلى مصر وقعد في الإسكندرية فترة طويلة، وساعد الملكة كليوباترا إنها توسع رقعة المملكة بتاعتها اللي هي المملكة البطلمية المصرية في ذلك الوقت. أوكتافيوس حس إن ده بيضر جدا بمصالح روما، وحس إن كليوباترا بتستغل مارك أنطونيو لتحقيق مصالح شخصية، فبالتالي اعتبر إن مارك أنطونيو وكليوباترا هما الاثنين أعداء ليه وأعداء لروما، وقرر إن هو يغزو مصر. ومع الأسف تم بالفعل غزو مصر. اتحركت جيوش أوكتافيوس وقابلت جيش ماركو أنطوان في معركة أوكتيوم سنة 32 قبل الميلاد، وقدر ان هو ينتصر على جيش ماركو أنطونيوس. ثم تقدم وقابل الجيش المصري جيش الملكة كليوباترا وهزمه ايضا، واصر ان هو يقبض على كليوباترا وياخدها اسيره الى روما ويعرضها للاذلال في شوارع روما. الملكه كليوباترا حاولت ان هي تعمل معاه اي اتفاقيه، اي معاهدات انها تغريه، ولكنها لم تنجح. وابتداء من هذه الواقعه او من هذا التاريخ 32 قبل الميلاد اصبحت مصر جزء من الإمبراطورية الرومانية، وفقدت استقلالها لمدة طويلة بعد كده، وانتهت تماما الإمبراطورية المصرية البطلمية. كليوباترا وجدت نفسها أمام خيارين، يا إما هتتمسك وهتتعرض للإذلال في شوارع روما على يد أوكتافيوس
ما ننساش كمان ان في اوكتافيا اللي هي مرات مارك أنطونيو اللي هي اعتبرت ان كليوباترا سرقت منها جوزها، فهي كانت متأكدة انها هتتعرض لإذلال شديد. او الخيار الثاني انها تنتحر، وبالفعل انتحرت. وقبل ما تنتحر ماركو أنطونيوس كان هو كمان انتحر لما جيشه تعرض للهزيمة امام اوكتافيوس. كليوباترا انتحرت ازاي؟ هل بلدغة الثعبان؟ ده اللي بيتقال، لكن ما فيش اي دليل قوي او تاريخي يثبت ذلك.